الله وبركاته. النهارده ان شاء الله اعمل لكم زرجينه تمسك الترس ده وانت بتفك الصاموله بتاع ترس الفلام. طبعا بتحتاج تعمل دقره في الترس هنا بمفك ولا باي حاجه. ممكن بقى وانت بتعمل دقره في الموتور ولا حاجه ممكن الالومنيا تتكسر او الودن بتاع المارش. في ناس كتير بيعملوا له زنقه في المارش نفسه، فممكن تتكسر معاك. انا هعمل لك زرجينه بسيطه خالص هتنفع اصحاب الورش في فك الترس ده، وهتنفع الكهربائية كتير لأن بيحلوا الترس ده كتير. هنجيب دايرة زي دي وهنفتحها من النص على قد الإيه، اللقمة ال19، أو نعملها واسعة شوية عن اللقمة ال19، نعملها مثلا 22. نعمل الدايرة 22 من جوه على لقمة 22، يبقى فيه براح معايا أهو. يعني الخرم ده هنوسعه شوية على إيه، على اللقمة دي أو أوسع شوية. وهنيجي مثلا على الخرمين دول هنعمل زنبتين. هنعمل مثلا زومبا هنا على الخرم ده وزومبا هنا كده. طبعا هنعلمها من الجنب التاني من هنا كده. هنخرم الخرمين دول هنا، تمام. ولو في دايرة أصغر شوية هنشوف دايرة برضو أصغر شوية، أو الدايرة دي ممكن تنفع عادي. عاوز تجيب دايرة على المقاس دي مفيش أي مشكلة، متبقاش عارضة معاك مفيش مشكلة. اللي موجودة عندنا هنعمل بيها. هنوسع الدايرة دي وهنخرم الخرمين دول، تمام. وهنرجع لكم تاني وأوريكم منظر إيه. جبنا دايرة أصغر شوية، تمام، وخرمناها وسعنا الخرم ده وعملنا إيه، الزومبتين اهم اللي هيركب فيهم الزومبتين او مسمارين 13، اي حاجه اللي موجوده عندك. هنجيب مثلا حتتين صلب زي دول بتاع حاله الديسك، عشان اللي عاوز يعملها بتاع حاله الديسك اهو اهي. هنبيتها في الاخرام دي. طبعا احنا منزلينها شحط شويه، ممكن تدي لها بنطتين لحام دي. لو هي واسعه معاك شويه تدي لها بنطتين لحام هنا. طبعا لسه هتطبع، هنريحها طبعا عن كده شويه. هتبقى بالشكل ده كده. طبعا هنجيب اللقمه 19 هنحطها هنا تحل الايه، تحليل الصامولة. طبعا الفتحة تبقى واسعة شوية، عاوز تعملها على مقاس اللقمة عادي. هنجيب أي حتة حديدة عندك، حتة لافيه، حتة سلاسل زي دي، ماشي. هنتناها بس إيه، تانية صغيرة. هنتناها تانية صغيرة هنا. ودي طبعا هنسيبها طويلة تدقر مثلا معاك فين، في في الكروسليه من ورا وأنت بتحل. هنتني دي تانية بسيطة وهنلحمها هنا. دي الفكرة بتاعتها. هنلحمها ونرجع لكم تاني نوريكم المنظر ايه. خلاص احنا لحمنا القطعتين دول هنا اهمتي. لو ما عندكش دول اعمل مسمارين 13 عادي مفيش اي مشكله اهو. ولحمناهم في الحديده، كسحناها ولحمناها. هتبات معانا كده. دي طبعا طويله معايا شويه مش مشكله، هي موجوده عندي كده، عاوز تقصها براحتك انا هسيبها لك طويله اهي. نقول مثلا الترس بتاعنا هنا اهوت في الحدافه، احنا عاوزين نحله من المكنه. بنقوم حاطين دي هنا كده وهنركنها على الشاسيه من ورا. مش هنمسكها بايدينا ولا حاجه، عاوز تمسكها بايدك مفيش اي مشكله. واللقمه بتاعتي اهي. وهنحل الصاموله، تمسك دي بايد وتحل دي بايد او تركن دي زي ما تحب اهي. بدل ما تعمل دقره هنا في الترس ممكن تكسر سنه او تبوظ الاسنان بتاعته، او ممكن تكسر الالومنيا بتاع الموتور وانت بتعمل دقره. لو ده قافش معاك هتمسكه بكل سهوله كده وتحل الصاموله بتاعتك.
الفكرة بسيطة خالص وغير مكلفة، زرجينة بسيطة خالص اهي.